متتبعي قناة دوبامين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وسلسلة جديدة من عالم الأبراج. هذه السلسلة بعنوان توافق الأبراج، ونبدأ إن شاء الله اليوم مع برج الحمل. توافقه مع باقي الأبراج نستضيف كالعادة خبيرنا وأخصائينا الدكتور سليمان السمرائي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين، وخاصة مواليد برج الحمل. نرحب بهم ونرحب بجميع المشاهدين في هذه السلسلة الجديدة، آملين أن تنال إعجابهم واستحسانهم. شكرا دكتور. كان من المفترض في هذه السلسلة وفي كل حلقة أن نعرض التوافق بين البرج الأساسي محط أنظار الحلقة مع باقي الأبراج، ثم نسترسل في طريقة تقوية هذا التوافق ودعمه. ولكن للأسف حاولنا ذلك مع حلقة الحمل، لكنها كانت طويلة جدا، فارتأينا أن نؤجل طريقة تقوية التوافق إلى سلسلة أخرى، ونكتفي في كل حلقة بالتوافق فحسب. البرج الأساسي عنوان الحلقة مع باقي الأبراج، ونبدأ اليوم سلسلة التوافق مع برج الحمل. تفضل دكتور. برج الحمل في الحب مليء بالشغف والمغامرة، وهو يعشق تجربة الأشياء الجديدة والابتعاد عن الملل والروتين. في بعض الأحيان يميل إلى الدكتاتورية أو التسلط، وعند التحدث معه يجب مراعاة انتقاء الكلمات الإيجابية التي تحث على الاستماع بدلا من النقد. ونبدأ توافق الأبراج مع رجل برج الحمل مع امرأة برج الحمل. توافق رجل الحمل مع امرأة الحمل هو غني بالطاقة الهائلة. هذه الطاقة النارية تأتي أحيانا في صورة شغف، وفي أحيان أخرى في صورة غضب أو تصادم. فمن ناحية يتفهم كل منهما رغبة الآخر في الاستقلال والحصول على مساحة خاصة من الحرية، وأيضا يعشق كل طرف تحدي الآخر مما يجذبه أكثر إليه. كلاكما تحبان الشريك الذي يجعلك دائما تتساءل ولا يجعلك تصل إلى مرحلة الهدوء والسكينة في العلاقة أبدا. وننتقل إلى ثاني الأبراج الشمسية برج الثور. تفضل. سبق وأن عرفنا صفات برج الحمل منذ قليل، لذلك نمر مباشرة إلى برج الثور. فهو في الحب من الأبراج الرومانسية، على الرغم من أنه لا يظهر ذلك. ومن الشخصيات الصادقة جدا، والتي تعرف جيدا كيف تكتشف احتياجات شريك حياتها وتحققها لها. لديه نزعة غيرة، ولكنها ليست بلا مبرر، ولا يتسرع أبدا في دخول علاقة عاطفية جديدة. يمتاز توافق رجل الحمل مع امرأة الثور بأنه مليء بالحب والشغف، ولكنه يحتاج دائما إلى عمل توازن بينهما. فرجل الحمل سريع في خطواته ومتجدد باستمرار، ولكن امرأة الثور تحتاج للتأني والتريث قبل كل خطوة جادة في حياتها. عند الوقوع في الحب يصبح رجل الحمل شديد التعلق بحبيبته، وقد يتحول هذا التعلق إلى غيرة شديدة إن لم يجد المعاملة من امرأة برج الثور مماثلة. لا يجب أن تقلق كثيرا من هذا الأمر، فامرأة الثور تعرف كيف تطمئن شريك حياتها بأنها مخلصة لها، ولكن في الوقت الخاص بها هي تحتاج وقتا أكبر للشعور بالتوافق بينها وبين الطرف الآخر، وهو الأمر الذي يجب أن يراعيه رجل الحمل في تسرعه. من ناحية أخرى تعطي امرأة الثور لرجل الحمل شعورا بالاستقرار والثبات، كما أن قدرة تحملها وصبرها الذي لا ينتهي هو المزيج الأمثل لرجل الحمل في الأوقات العصيبة. كما أن بالنسبة لامرأة الثور رجل الحمل هو الأمثل لها في تقدير مواهبها، احترام حياتها العملية، وأيضا إشعارها بالحب والحنان اللذان تبحثان عنهما. وننتقل الآن إلى توافق امرأة الحمل مع رجل الثور. عندما تقع امرأة الحمل في حب رجل الثور فهي تشعر بدفء شديد في هذه العلاقة بسبب حنية رجل الثور واهتمامه بها، كما أنها تكون خير سند لها في كل أمور حياته. هي أيضا تجعله يتعلق بها بسبب تجددها الدائم، فتدخل في حياته كثيرا من التغييرات فتخرجه من روتين الحياة اليومية، ولكنها تحتاج أن تظهر له جانبها الهادئ والمحب لكي تستطيع التفاهم معه
أكثر. توافق رجل الثور مع امرأة الحمل يحمل ملامح العلاقة التي تستمر للأبد، هذا طبعا في حالة تفهم الاختلافات بينهما وإعطاء مساحة حرية من كل طرف للطرف الآخر. رجل الثور لا يستسلم في علاقته بحبيبته سريعا، بل هو من أكثر الأبراج التي تتمتع بالصبر والهدوء، مما يجعله يحارب كثيرا من أجل إنجاح العلاقة. وعلى امرأة الحمل رؤية هذه الصفة فيها بأنها مطمئنة لها، ولكن دون أن تستغلها بشكل خاطئ، لأن رجل الثور لا يتراجع في قراره بإنهاء العلاقة مهما حدث. عشق امرأة الحمل للحرية والخصوصية قد يكون سببا في حدوث خلافات بينها وبين رجل الثور إن تعاملت مع الأمر بشكل خاطئ، فهو من السهل عليه تقبل احترام مساحتها الخاصة، ولكن عليها دائما تقدير مشاعره وإظهار ذلك لها، فهي تحتاج أن تتعامل برفق معه وتمتص غضبه الذي قد تواجهه إن استهانت به أو بمشاعره. جميل جدا دكتور، ونمر الآن إلى علاقة برج الحمل مع برج الجوزاء. تفضل. لا يقع مواليد برج الجوزاء في شراك الحب بسهولة، ذلك لأنه من الشخصيات العقلانية والتي تبحث دائما عن التجديد. برج الجوزاء من الشخصيات المحبة للمغازلة، ولكن عندما تقع في الحب تكون رومانسية جدا ومهتمة كثيرا بكل تفاصيل شريك الحياة. يعد توافق رجل الحمل مع امرأة الجوزاء من أقوى توافقات الأبراج، هذا لأنهما يتفهمان بعضهما في أغلب أمور الحياة. كل من رجل برج الحمل وامرأة الجوزاء يحبان التجديد والتغيير، وهذا الإيقاع السريع في حياتهما يقربهما من بعض ويطرد أي ملل في العلاقة. كلاهما يحبان الاستقلال والمساحة الشخصية، ويقدران هذا الأمر في الطرف الآخر كثيرا. ما يجذب رجل الحمل إلى امرأة الجوزاء تمتعها بالحرية والانطلاق والروح المرحة والمحبة دوما للحياة، وأيضا العقل والتفكير المتزن، ولكن تقلبها الزائد في بعض الأحيان قد يكون من الأسباب التي تجعله يبتعد عنها رغم عشقه لها. ومن الجانب الآخر امرأة الجوزاء إن وقعت في غرام رجل الحمل تتمسك به للنهاية، لأنه يقدم لها الدفء والرومانسية وأيضا المغامرة التي تعشقها. يجد كل من رجل الحمل وامرأة الجوزاء في الآخر توافقا فكريا رائعا، فأحاديثهما غنية ومشوقة تمتلئ علاقتهما بالمرح والحياة والإيجابية، طالما لا يتسبب أحدا منهما بمضايقة الآخر. فلا علاقة تدوم دون تضحيات أو انتباه لتفاصيل صغيرة التي قد تبعدهما عن بعضهما البعض. أما توافق امرأة الحمل مع برج الجوزاء، تتمتع امرأة الحمل بحكمة شديدة، وهو الأمر الذي يجلب إليها رجل الجوزاء فيقع في غرامها سريعا. يجدان معا توافقا فيما يتعلق بالأمور المنطقية، ولكنهما قد لا يكونان متفاهمين فيما يخص أمور القلب والعواطف بنفس القدر. شجاعة امرأة الحمل تجعلها تقف بجانب رجل الجوزاء وتحثه على النجاح دائما، ولكن قد تستبق الأمور معه للارتباط وجعل العلاقة أكثر جدية سريعا، في حين يكون رجل الجوزاء لا يزال مترددا. وبالنسبة لرجل الجوزاء فهو يعشق روحها الحرة المنطلقة، وبإمكان إخراج الجانب الرقيق والناعم من شخصيتها والذي لا يراه كثيرون. يمكن لهذا التوافق بين البرجين أن يكون قويا جدا كما يمكن أن يكون ضعيفا جدا، فلا مجال للرمادي في علاقة رجل الجوزاء وامرأة الحمل، وهذا يعتمد على تفهم كل منهما للآخر وما قد يبعدهما عن بعضهما البعض. جيد جدا، نمر الآن إلى علاقة برج الحمل ببرج السرطان. تفضل دكتور. يعد برج السرطان في الحب من أجمل الأبراج على الإطلاق، حيث أنه يضع عائلته وأفراد بيته في المرتبة الأولى دائما وأبدا. مواليد السرطان يتمتعون بقدر كبير من الرومانسية والوفاء، ويتوقعون المثل من شريك حياتهم. هم لا يتسرعون عند الدخول في علاقة عاطفية، فلا بد من إثبات استحقاقك أولا لتلقي مشاعرهم الفياضة.
توافق رجل الحمل مع امرأة السرطان قد يكون في غاية الروعة أو كارثة لا يمكن تجنبها، فعندما يجتمع الحمل الناري والسرطان المائي تتلاقى جميع التناقضات بينهما. تكون العلاقة بينهما في أفضل حالاتها عندما يبث رجل الحمل في امرأة السرطان التجديد والعالم الجديد الذي لم تختبره من قبل، فيخرجها من إيقاع الروتيني البسيط والهادئ، وأيضا حينما يغرقها في الرومانسية والحب الذي تعشقه وتنتظر رؤيته دائما. وبالنسبة لامرأة السرطان فهي عطوفة ولديها غريزة الأمومة والحنان كبيرة جدا، فتقوم بإشعار رجل الحمل بالشغف والاهتمام والتفاهم أيضا، فهي أيضا تتحلى بالصبر والهدوء اللذان يهدئان من حدة الحمل أحيانا، ولكن من هنا قد تأتي المشاكل. فالاهتمام الزائد من امرأة السرطان قد يشعر رجل الحمل بأنه مكبل في استقلاليته وحريته، ومن الجانب الآخر فإن كلامه الحاد في بعض الأحيان قد يكون سببا رئيسيا في جرح مشاعرها، وهو ما يجعلها تبتعد عنه. أما توافق رجل السرطان مع امرأة الحمل فهو بدوره يحمل علاقة مضطربة بعض الشيء، حيث أن امرأة الحمل تريد أن تنطلق وتشعر بحريتها وتبحث عن التجديد الدائم، في حين أن رجل السرطان يبحث عن الجو العائلي والسكينة والاستقرار. تكون هذه العلاقة في أفضل حالاتها عندما يتحدى كل منهما الآخر ليطور من نفسه وينضج بدلا من التحديات العدوانية التي تسبب الخلافات بينهما. امرأة الحمل تعطي رجل السرطان الاهتمام الذي يبحث عنه، بل وأيضا تمده بالطاقة التي تشعره بالقوة والثقة. هي تكون خير سند لها في التغلب على مخاوفه وتحقيق أهدافه التي يسعى إليها. ورجل السرطان يكون لامرأة الحمل خير عاشق وحبيب، وما يجعلها تشع بالسعادة والرضا من الداخل، ويحرص دائما على أن يعلمها بأنه يحبها ويقبلها كما هي، فتشعر معه بالأمان والسكينة. جميل جدا دكتور، ونمر الآن إلى علاقة برج الحمل مع برج الأسد. تفضل. من المعلوم عن برج الأسد في الحب الوفاء والمحبة، يتمتع بقدر من الرومانسية لشريك حياته وينتظر منه المثل في المعاملة، فهو يعطيه كثيرا من الاهتمام والرعاية، كما أنه مخلص جدا ووفي. علاقة الحب بالنسبة لبرج الأسد لا تخلو من المغامرة وتبعد كل البعد عن الروتين والكسل والملل. توافق رجل الحمل مع امرأة الأسد هو من أنجح الثنائيات في توافق الأبراج، فهما متفاهمان جدا لأن كلاهما من الأبراج النارية التي تعشق الحركة والاستقلال والتجدد المستمر، ويتمتع كل منهما بشخصية قوية جدا. رجل الحمل وامرأة الأسد ينجذبان لبعضهما سريعا، فامرأة الأسد هي الوحيدة القادرة على جعل رجل الحمل يفكر في العطاء أكثر من الأخذ، وكأنه تحول إلى شخص مختلف كليا. هو يشعر بفخر شديد بعلاقته معها لأنها ساحرة في كل تصرفاتها. وبالنسبة لامرأة الأسد فهي تنجذب لرجل الحمل لأنه يعطيها الاهتمام الدائم الذي تريده، فوجودها وحده في حياته يجبرها على مراعاتها في كل شيء. هو أيضا يتحلى بالسحر والجاذبية التي تلفت أنظارها وتجعلها على طبيعتها معه. هو أيضا يعشق تدليل امرأته سواء بكلمات الغزل أو بالهدايا القيمة، مما يجعلها تقع في غرامه أكثر وأكثر. يجمع بين رجل الحمل وامرأة الأسد الكثير من الصفات المشتركة التي تزيد من الانجذاب ببعضهما البعض. في أغلب الأحيان تكون العلاقة بينهما مثل الأصدقاء المقربين والعاشقين في غاية الترابط. مثل هذه العلاقات لا تتكرر كثيرا في العمر. وننتقل الآن إلى امرأة الحمل ورجل الأسد. توافق امرأة الحمل مع رجل الأسد هو أيضا انجذاب شديد منذ الوهلة الأولى. كل منهما يعشق الأضواء، ومعا هما يصبحان أكثر لمعانا
وسطوعا وتوهجا وتعلقا. مشاعر كل منهما تجاه الآخر تجعل من الأسد شريكا محبا ومليئا بالحنان تجاه حبيبته، ويدخل على حياتها كثيرا من الإثارة والشغف. وامرأة الحمل عاشقة مرحة تقدر حبيبها وتشعره بكثير من الاحترام والحب. كل من امرأة الحمل ورجل الأسد يتمتعان بقدر كبير من الذكاء العقلي والعاطفي، ولذلك لا تخلو حياتهما من التحدي المرح الذي يطرد أي ملل قد يتسلل بينهما. في هذه العلاقة تخضع امرأة الحمل لرجل الأسد، أو بمعنى أدق تترك له الدفة، لأنها تعرف مدى أهمية هذا الأمر بالنسبة لها، على الرغم من أنها لا يمكنها أن تفعل ذلك من تلقاء نفسها مع أي شخصية أخرى. من خلال التفاهم المتبادل يتمكن رجل الأسد وامرأة الحمل من التواصل معا كأعز الأصدقاء، وتطرح الخلافات جانبا بل تجعلهما أقوى وأكثر ترابطا. تساعد امرأة الحمل على تعزيز ثقة رجل الأسد بنفسه، وهو يساعدها لتكون الأفضل دائما ولتحقيق أهدافها في الحياة. لا تخلو هذه العلاقة من الرومانسية، لأن رجل الأسد يعشق التعبير عن حبه لشريكته بصفة مسترسلة دائمة. الصراحة المطلقة وهي عنوان العلاقة، وبالأخص من امرأة الحمل، يقابلها تقدير كبير وترابط أكبر. رائع دكتور، حان الوقت الآن لبرج العذراء. العلاقة والتوافق مع برج الحمل، تفضل. برج العذراء صعب الإرضاء، وخاصة أنه من الأبراج التي تسعى إلى الكمال حتى في علاقاتها، ويبحث عن شريك الحياة المتكامل والمتوافق تماما مع شخصيته، لدرجة أنه يمكن أن يظل عازبا على أن يدخل في علاقة غير راض عنها. وبالرغم من أنه صعب الميراث، إلا أنه يجب أن يكون مرغوبا به، ويسعى إلى إنقاذ شريك حياته من المشاكل، بل ويسعد بذلك. من أصعب العلاقات عندما يكون الرجل برج الحمل والمرأة برج العذراء، وهي من العلاقات التي يتنبأ لها الكثيرون بالفشل، خاصة لطبيعة رجل الحمل والتي تميل إلى الدكتاتورية وحب السيطرة وعدم قبول النقد. ذلك في حين أن امرأة العذراء تميل إلى التحليل والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة. في بداية العلاقة عادة ما يتفنن كل منهما في إظهار أخطاء الآخر، ومع ذلك تستطيع امرأة العذراء تحمل هفوات برج الحمل لوقت طويل، خاصة وأن الصبر من صفاتها الشخصية، ولكن لا تدوم العلاقات طويلا، خاصة أن برج الحمل لا يعمل على إصلاح الأمور أو التغيير، ولكنه يجد أن الشخصية الواقعية هي شخصية مملة، ولذا سيعمل هو دائما على تغيير شخصية امرأة العذراء، والتي عادة ما ستنساق إلى طلباته لفترة وجيزة، ومن ثم يبدأ التصادم. وبالنسبة لامرأة العذراء، فبالرغم من حبها للحياة التي تملأها الإثارة والعفوية، إلا أنها تمل من هذا النمط، فهو أمر بعيد نسبيا عن نطاق شخصيتها، حتى ولو انجذبت له لفترة من الوقت. ومن ثم تعود إلى طبيعتها الهادئة التي تفكر وتحلل الأمور جيدا قبل اتخاذ أي خطوة، مع مراعاة أدق التفاصيل في حياتها. وفي الوقت الذي يمكن أن تدخل في علاقة مع رجل الحمل، إلا أن امرأة العذراء سرعان ما تندم على هذه العلاقة، خاصة أنها ستجد نفسها لم تضف أي تغيير في حياة رجل الحمل. ومن ثم عادة ما يستقيم برج الحمل ويخضع لنمط الحياة الهادئ إذا ما هددت امرأة العذراء بالانفصال، ولكن سرعان ما يعود إلى طبيعته مرة أخرى. لا يجمع بين برج الحمل وامرأة العذراء أي صفات مشتركة، ولكن صفات كل شخص على حدة تجعل منهما من أنجح الموظفين في فريق عمل أو لتأسيس مشروع معا. أما ارتباط امرأة الحمل مع رجل العذراء فهو من أنجح الثنائيات في عالم الأبراج، فعلى الرغم من اختلاف شخصيتهما الواضح الذي ستلاحظه منذ الوهلة الأولى، إلا أنها تعتبر من أسعد العلاقات على الإطلاق، فكل منهما سعيد بصفات الشريك الآخر، حيث أن امرأة الحمل سعيدة بالأمن والنظام
ستايل الحياة الهادئ الذي تشهده من رجل العذراء، في حين أن رجل العذراء سعيد بالحماسة والمتعة التي تضفيها امرأة الحمل في حياته، واختلافهما التام لا يمنع قول وعاش في سعادة أبدية. وبالنسبة لرجل العذراء فامرأة الحمل هي السبب في سعادته وإضافة نكهة خاصة في حياته، فبعيدا عن العمل والضغوطات والنظام والتفكير حتى في أدق تفاصيل الحياة، تسهم امرأة الحمل بحماسها وحس الفكاهة والمغامرة في تغيير حياة رجل العذراء. وعلى الرغم من أن شخصية امرأة الحمل قد تحدث بعض المشاكل خاصة لتسرعها، إلا أن رجل العذراء لديه قدر كاف من الصبر لتحملها، بل يسعد دائما بمساندة امرأة الحمل في الاهتمام بأحلامها والعمل على تحقيقها. وفي الوقت الذي لا يوجد أي صفات شخصية تجمع بين البرجين، إلا أنهما يكملان بعضهما البعض، وهذا يجعل من العلاقة بينهما مثالا للعلاقة الناجحة السعيدة. ومع برج العذراء ننتصف في علاقة وتوافق برج الحمل مع بقية الأبراج. عسى أن نكمل بقية الأبراج غدا. نتمنى دائما أن تنال حلقتنا إعجابكم. لا تنسونا من تعليقاتكم وأسئلتكم التي سنحاول الإجابة عليها كما عودناكم دائما. شكرا لمتابعتكم، دمتم بخير، طيب الله أوقاتكم.